هو ايه اللي بيجيب لي احساس عدم السكينه؟ حاجتين: عدم الارتباط بالمولى رقم 1، رقم 2 ان معيش تولز، مش عارفه اتعامل ازاي مع المشاعر الغريبه دي، مش عارفه اتحكم في طريقه تفكيري، مش عارفه اركز، مش عارفه اتعامل مع الناس اللي حواليا. هو ده اللي بيحسسني بالانسكيورتي، هو ده اللي بيحسسني اني طب انا هعمل ايه في المستقبل اذا كان دلوقتي وانا مرعوبه، او في المستقبل هشيل المسؤوليه دي كلها ازاي، وهكذا. لكن كل ما الانسان رقم 1 يرتبط بالمولى عز وجل ويظبط المركزيه بتاعته، رقم 2 يكون معاه تولز وفهم ووعي هو ليه دماغي بيحصل فيها اللخبطه دي كلها، وقتها بيبقى مش بيتخض من افكاره. احنا مشكلتنا ان احنا بنتخض وبنترعب من الفكره اللي تيجي فتعمل ايموشنال رياكشن. الايموشنال رياكشن يجي يبقى هايتند فيثبت الفكره اكتر عندنا في المخ، وهكذا and the cycle goes on، ونبقى في vicious cycle من وساوس قهريه في مخنا بتحصل، بيجي معاها بانيك او حزن او يأس او غضب على حسب المشاعر اللي احنا هنتكلم عليها، عشان ما عندناش التولز والنو هاو. بنفتكر ان احنا we are not in control. ولو رجعنا في الحقيقه هو ربنا سبحانه وتعالى is in control of everything، لكن هو مدينا الاراده، مدينا الوعي، مدينا الوسع ان احنا نقدر نطبق الكلام ده.